نجاة نجاة نعم نجاة نعم يا أخي. وين القرصبون؟ قصدك التسالي؟ وينه؟ نسيناه. لا عادي عادي يا ابن الحلال. ايش ولا عادي؟ ايش ولا عادي؟ دايما نسوي، ما يضر إذا مرة واحدة نسيناه. وليش تنسيه؟ يا ابن الحلال خلاص خلينا نبدأ. أجري وراك ولا ورا عيالك ولا ورا قرص بن، خليها. تعال نبدأ. يعني الحين لا في فحم نسيت الولاعة ولا ولاعة ولا بخور ولا تيتريريري، ما في. في فوق. خلصنا، تعال نبدأ الحلقة، مو مشكلة. يوم واحد إن شاء الله متابعينا ما راح يمسكوها علينا. يلا شكوى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه عائلة حياة فاميلي 2020 وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. حياكم الله متابعينا الكرام وين ما كنتم، الله يحييكم. جمعتكم مباركة، وربنا يسعدنا ويسعدكم ويحفظنا ويحفظكم. أجواء اليوم والله. أي والله، يعني ما زال الصيف مستمر عندنا ما شاء الله. ما زالوا بس هرر ميتنا يا أخي. يا والله نار والله. بس حلو، راح نشتاق لهالاشياء. خلاص قربنا، لا تستعجل على البرد والله. لكن ما شاء الله السنه هذه الاجواء كانت صراحه نار. الصيف جانا متاخر بس والله ما شاء الله كفى ووفى. طيب نحن اليوم وقتنا صراحه قصير، ووعدنا الاطفال عشان ان شاء الله يقعدوا معانا قهوه يوم الجمعه، فعشان كذا لازم بسرعه نخلص التصوير ونقضي اليوم معاهم، فاعذرونا لقصر الحلقه، ولكن اعتبر الحلقه هذه كذلك من اهم الحلقات. فلازم يا ام عبد العزيز اليوم تكوني ايش؟ شفافه مثل هالمويه. دائما انا شفافه. لا قراطه. هناك شوفي، هناك الكاميرا. دائما انا شفافه. دائما شفاف. وشوف لا هنا ولا هنا، مشكله هي. قلقني يا اخي وربشني وما عرفت اصب القهوه ولا اركز على الكاميرا هنا ولا هناك. اول مره اشوف قهوه من غير قرصبون. لما يقعد يربشني هو وعياله، يعني واحدة مرسلة عيالها المدرسة وجري ويلا جهزي عندي طفلة الله يحفظها، وهو أساسا ما شاء الله ما يقصر. يدين أنا كأنه نحن ما نسوي شيء في البيت. والله يا رجال قسما بالله العظيم والله أحن عليكم والله. لا تحن علي والله أحن عليكم. إيش اللي أنت عارفة عندنا تصوير يوم الجمعة وأنت عارفة إنه اليوم الفلاني. جهزتي وين طيب؟ الكيس ما جبته انت. انا اشيل كل شيء. انا اجيبه. قودك وين اخي بدل اخوك. anyway اول اهم شيء اسمها قهوة يوم الجمعة، وهذه هي من غير عطان، من غير بخور. ما مشكلة ان شاء الله ما تضر ان شاء الله. خلينا نبدا حلقتنا ونبدا جمعتنا. والحلقة اليوم عندنا نقول وصايانا ليوم الجمعة لحياة فاميلي. 4 وصايا ليوم الجمعة اللي هي قراءة سورة الكهف. هذه ماتت الكاميرا، ما تشتغل. تمييز اليوم الله يصلحك ويهديك. الله يصلحك ويهديك. كانك ربشتني والله العظيم يا سالم. كلمتك 500,000 مرة ولسه الحين أنا مسوي بستلة طالب كاميرا جديدة، وكاميرا جديدة حتكون هنا، حيكون في 3 كاميرات. نرجع نقول وصايانا اليوم الجمعة. 4 وصايا اللي هي قراءة سورة الكهف، التواصل بصلة الرحم، تمييز اليوم مو زي اليوم والصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على الحبيب مصطفى صلوات الله عليه وسلامه. طيب خلينا نكون شوية جادين أفضل الآن إن شاء الله حتى نستفيد من الحلقة. صراحة كنا معدين من 3 إلى 4 مواضيع، ولكن نحن أنا وأم عبد العزيز زي ما تقول يعني عندنا temperatures اللي هو مقياس حرارة، ونروح نقيس الجو العام في مجتمعنا كيف ماشي. فكان في أحداث الأسبوعين هذه تتكلم عن مواضيع كثيرة. واحدة من نسبة الطلاق المتزايد في مجتمعنا، وبالذات الUK بريطانيا العظمى. صح. في نسبة طلاق ما هي طبيعية حاصلة. كذلك الهجرة العكسية اللي صارت ظاهرة كبيرة جدا من أوروبا، الرجوع إلى مصر والمملكة وقطر وإيش الحاصل. حتى الهجرة الداخلية، الناس اللي عايشة في السويد إن شاء الله شنطها وراحت بريطانيا. الناس اللي كانت في هولندا راحت بريطانيا. ففي أحداث كثيرة. وفي شيء كذلك أنا رأيته لما وزننا الحلقة أنا وعبد العزيز، شفنا
موضوع كبير ولازم نتحدث فيه بشفافية. أعتقد إنه هذا راح يكون الجزء الأول إذا ما حسيت إن الحلقة أخذت كل الزوايا. صحيح. فاعذرونا في حالة النقص، ولكن الفائدة إنه هي إيش؟ لازم نتكلم فيها ولازم نكون شفافين طرح الموضوع فيها وطرح الموضوع فيها. وأنتم إن شاء الله يعني ما تقصرون، يعني إحنا باللي نقدر عليه راح يعني إحنا عندنا دائما إن إحنا نجيب الموضوع ونطرحه يعني في قهوة يوم الجمعة. صحيح. ونناقشها بيننا وبين بعض، ونخلي الباقي لكم أنتم تناقشوه بينكم وبين بعض، واللي مع وضد وعنده أفكار ثانية أو نظرة أخرى يقدر يكتب لنا تحت في التعليقات. وصدقوني الناس كثير من المتابعين قاعد ياخذوا كلام، ياخذوا مع عبد العزيز وياخذوا نقاشاتهم كذلك. وانت تعليقك لما تكتبه ولا يهمك، قول اللي تبغاه، قول اللي تبغاه ان شاء الله، بس بحدود الادب والاحترام وصلى الله وسلم. صحيح. حتى الاخرين يستفيدوا من تعليقك او من الزاويه اللي نحن اخطأنا فيها او كان يبغى لها. ومو شرط مع وضد، احنا مع كل الآراء. يعني انت كنت مع رأيي او مع رأي سالم او لك رأيك الخاص، احنا نحترم كل الآراء ومو شرط احنا نكون مع بعض. اذا موضوعنا اليوم يا ام عبد العزيز هو الخيانة. الخيانة طبعا المفروض حيصير كذا. طيب ام عبد العزيز، انا حاتكلم كذكر وانت حتكلمي كأنثى. عشت الخيانة والغدر على حر من الجمر، الخيانة ليه والله معك ضاع العمر. لا، لما تسمع شخص تقوله ليش انت خنت، يكون له اسبابه، مع انه مهما كانت الاسباب الخيانة مرفوضة. حلو. عشان نكون دقيقين اكثر، ما هو المقصود انك انت تخوني، لكن انا قصدي في مجتمع انت شفتيه وعشتيه ورأيتي فيه وسمعتي كثير فيه يا ام عبد العزيز، ايش خلى الانسانه اكس خانت زوجها؟ ايش اللي خلاها؟ ايش الاشياء اللي انا ما اقول لك انت اعملي كذا عشان هي، لا، غلط، اتفقنا الخطأ خطأ. ليش تخون؟ خلاص السلام عليكم وعليكم السلام. ولكن من الأجدر حتى هذه السينيالز، ايش ما السينيالز، العلامات هذه هي بتعطي الرجل أنا رحت بعيد، لازم أرجع أشوف زوجتي. أو العكس، في نظرك يمكن أساعدك، أنا ما شايفك تبغى تخشي. لا، أنا لو بقول يعني مثلا إذا كامرأة مثلا إذا خانت، شوف أحس أن الخيانة تجي بسبب النقصان الشيء أو زيادة الشيء. الإسراف والنقصان في الشيء كذلك، الاثنين ترى حدين لسلاح واحد. يعني زي ما أقول لك، يعني إذا أنت زدته كذلك ممكن الشخص يزيد من العطاء، يزيد من المحبة، يزيد من هالأشياء، الاهتمام. يعني واحد يحبها كثير كمان مشكلة. لا، اشرح زي الناس. لا، أنا قصدي مثلا واحدة تنقص من اهتمامها لزوجها، هي تخون عشان هي نقصت. انا لا هو كأنا أيوة. هو مثلا ينقص اهتمامه لزوجته. او انه يعني يحاول انه ايش اقول، يعني مثلا انه هو يبحث عن الاشياء اللي هو يبغاها برا، ما وجدها في زوجته، ما راح طلبها منها، او انه قال انا هذا الشيء ينقصني او هذا الشيء اريده. هي كذلك، انا بتكلم كوجهة نظر حواء مثلا، نقصان المحبة، ان الشخص لما يكون الرجل نقص محبته لزوجته، اهتمامه فيها، واجباته، النقص كذلك في الواجبات ممكن تخلي المرأة تنحرف، او انه تروح تبحث عن الشيء هذا خارج محيط زوجها او بيتها. نجاة مشكلتها تعجبني فيها حذرة لما تتكلم، وانا ما احب الحذر صراحة، انا احب اتكلم واضح. تتكلم بوضوح. أيوة. الوضوح. انا كرجل اعتقد ان الخيانة عند الرجل غالبا تجي عن طريق الشهوة الزائدة، يعني ما حصل اللي يكفيه في بيته، ولما حتى لما يخون يا ام عبد العزيز ما قاعد يخون مع حاجة ثانية، قاعد يخون مع حاوة برضو زيك، حرمة ثانية. يمكن يطلع هو ما حدافع عن العباونيين اللي يلعبوا، أنا ما أتكلم عن الناس العاديين اللي طبيعيين، يكون عنده مثلا ما قاعد يكون يحصل اكتفاء ذاتي في بيته. الأم تكون مشغولة جدا في حياتها،
اولادها، بزنس حقها، هار فيوتشر واندبندنت وومن على قولتكم. فهمتيني وإيش؟ وتنسى انه عندها زوج، الزوج هذا يعني عنده احتياجات. فهمتيني؟ فهنا تبدا الشراره الاولى بانه يبحث عن اشياء ثانيه ويغوص فيها. تمام؟ نجي الاشياء الثانيه، خلي الشهوه. حتى يعني تجيك واحده دائما تفتح الباب تلقاها الشعر كذا مكنش وريحتها بصل، حول ولا قوه الا بالله. يا بنت حلال، هذا زوجك جاي من برا قاعد يشوف هناك اشكال والوان، سيري انت كمان اشكال والوان يا اخي. علي النعمه انت بتتكلم صح طبعا. ليش؟ إذا عندها عيال وعندها بيت أوكي. وطبيخ وجري وروحة وروح جيبي الموعد الفلاني، هذه الطريقة اللي ما كنت أبغى أدخل فيها. لا أنت نحن صرحناهم. ليش اشمعنى؟ لا اشمعنى؟ لا أنت هذه مشكلتها مع النساء. أول ما تشرح لها الواقع، أنا اللي خلاني أروح عند الشخصية الفلانية، أو هو خطأ مو خلافي، ولكن بقول لها يا أخي هو سبب لما أنت أنا أرجع البيت كل يوم ريحتك بصل، حسبي الله ونعم الوكيل، عشان تأكلك وتأكل عيالك. أوكي أنا ما عندي خلاف، ولكن ما تقدري تقولي لي أنا بطني فيك أشياء ثانية أبغى كمان أرتاح فيها. خلاص أوكي اتفقنا. لا تقول غدا، اليوم ما في غدا، اليوم ما في قهوة، ما في شو اسمه. اقعد حبيبي، بقعد انا عند المرايه، اروح الكوفيره. أيوه. اسوي شعري. أيوه. واروح المكياج، اسوي مكياجي عند المشغل. واسوي اظافري واقعد كذا وانتظرك حبيبي على سنقة 10 على قولتهم، وخلاص. وانت يا ابن ادم انت قاعد تاخذيها على جوك، انا ما قاعد اسوي. لا مو جوك، والله مو جوك، بس صدق ان المرأة مو اهمالا في حالها. هي ما تحب تشوف نفسها حلوه، ما بتحب تشوف شعرها مرتب ووجهها ومرتاحه ولابسه زين. ام عبد العزيز حابه ان هي تقعد كذا ولا ريحتها شو اسمه. لا والله اسمعيني، اذا انا متاكد اذا الرجل اعطى علامات معينه وقال للحرمه هذه يا حرمه انتبهي انا احبك تلبس الشيء الفلاني، تمام؟ الرجال كذلك مو غبي. ليش انت قاعد تحسين ان احنا ما عندنا احساس، ما عندنا دم، ما عندنا ضمير؟ لا انا ما قلت كذا، لكن انا دائما ادخل البيت القاك على سنقة 10 لما تروحي عند صاحباتك، ولما تروح عند اهلك ما شاء الله تتلبسي لي اخر لبس، ولما اول ما انا لا والله اليوم تعبانه، انا تعبانه، انا صداع، اولادي تعبان. يا اخي هلو اوكي خذ هذا الواقع. حاضر خذني من يدي، امسكني وديني هذا. شوف انت تطلب الشيء ما لقيته، بس انت لو مثلا حابه تلبس هالشيء، أيوة. اشتريه وجيب لها. حلو. طيب انت شفته برا عجبك والله جيب وقول لها انا والله نفسي ان انت تلبسي هالشيء. ممتاز. اذا لحظه، لا دقيقه عشان النقطه ما تروح. اذا معناه يا شباب، ام عبد العزيز قاعد تقول لكم اذا عايز تملكني بالطريقه اللي انت تبغاها، وهي ما معترضه، قاعد تقول لك يا حاوى انا ما عندي مشكله، الرايت صبوغ قالت لك، بس ايش قالت لك؟ اعطيني فرصه، اعطيني مساحه اني انا اجهز نفسي، اعطيني مساحه انه انا بس مو 24 ساعه في المطبخ عشان اكلك. انت قاعد تقولي كذا صح ولا لا؟ اعطيني كذلك الماده اللي تكفيني اني البس. ايوه واتزين. حلو. طيب اللي عندها كل هذا غلطانه. ما تقولي كذا من اول. لا انا اذا توفرت، شوف انت لما انت ايش ذكرت انت سالم؟ ذكرت ان انت قلت والله انا لما افتح الباب واشوف واحده بكشتها وريحتها بصل وما اعرف ايش، يعني هي مشغوله. لا، في ناس ما عندها لا طبيخ لا شيء. لا، في ناس ماخذه الحياه الزوجيه هي اول سنه سنتين، وبعد كذا خلاص انا بجر العيال. ليه تهملي نفسك؟ ليش تكوني شكلك زي الفيل؟ كل اي واحد انا والله بسبب الحمل بسبب ولاده. يا اخي اعتني بنفسك يا اخي. ايش لا هذا الواقع. انا اتكلم زي الرجال. انت كان ما احب اللفظ، انا كلاب بام كلاب. ما في احد ما يحب يبان انه حلو ويرتب لا جسمه. في كسل. والله لا والله في كسل. ايوه بس وفي انك تقول لك والله انا ما ادري ايش هرمونات، وبعد ما عمليه يا اخي ما انا قاعد اشوف الهولنديين والاوروبيين. الله اوروبيين. لا واقع هذا. تجي تنتبع على اكلها. لا تنتبع على اكلها. ليش تاكلي سمن وقعدت ومدري ايش وانت عارفه انه هذا يسمني؟ لا والله انا بتكلم جد قاعد. لا تاكلين قعد، لا تاكلين شو اسمه عشان اخي تدلدلي، ولا تجيبين الحليب لطفلك بس عشان حضرة جنابه يبغاكي ليش انت قاعد تشوفيه في ظروف. هو ليش ما شوف لا زي ما انت قلت ايش انت اخذها هو
يعني مسطره. ايش مسطره؟ يعني جسمان يعني انت ما اخذتها وهي منكوشه. ممتاز. ولا اخذها هو شو اسمه؟ ممتاز. لا ما وصلت لها الشيء. انت لازم الرجل اسال السبب، اول شيء شوف السبب اللي خلى المراه يصير شكلها كذا. حلو. ليش؟ ونحن الحين احنا في حلقتنا اليوم قاعد نبحث عن السبب. ايوه. حلو. ما في اسباب تكثر. طيب قالت الاسباب تعددت الاسباب والموت واحد. طيب انا اقلب الزاويه شويه، اشوف كذلك العربة تقول لي والله يا ابو عبد العزيز انا بس زوجتك كنت معضل، الشعر مدلدل وجيل وعضلات وحركات ولبيس، الحين جاني بريحه الشغل يدك شحم وستريس، جايب لي ستريس الشغل كله معايا البيت، وتبغاني اقول لك اوكي لبس مره مرتين وانت شكلك صرت دحين ما شاء الله الكرشه للارض طاح. ليه ما تحافظ على وزنك وتخليني حتى انا يعني كمان عندي احساس؟ ايوه هو شفت هذا عين العقل. لما انت تكون هي يعني زي الاشياء المتطلبه في المراه، ان هو يبغى يشوف مراه حلوه وجميله ومرتبه ومهتمه في نفسها، انت كذلك. يعني انا مو ممكن ان انا ما قبلت في الشخص الا ان انا عجبني شخصيته، لبسه، اهتمامه في الحين تقول له ليش ما تروح الرياضه؟ يقول لك والله تعبان انا ابغى اكل فيك زي ما كنت تقول علينا، اجيب لك اوفر لك الماده. انا ما اكل هوا وكادح كدح الليل طول النهار، مين اروح عندي حيل اروح اسوي سبورت؟ مين قال الشغل شغل والسبورت شيء؟ حتى احنا كحريم شغل البيت انا عارفه انه مش سبورت، شغل البيت هد حيل والله مش سبورت، بالعكس لا هو بناء لا. طيب شوفي اذا كذا متفقين بعض الشيء اوكي، لكن جات يا ابو عبد العزيز لا تطلبون شيء من الحريم بس، حتى الحريم عندهم متطلبات ترى. طيب انا ودي اشوف كمان واحد كذا سمباتيك. طيب انا عذري لك الحين، ليش يا ما انا نفسي اقتنع بهالكلام. اقتنع. ليه انت وبنات حاوي يعني لما تروح من صحباتكم زمالته واي شادو وحركات وجميله وكذا تروح لصحباتك، وزوجك هذا لما يا اخي لدرجه في واحده راح العرس استغفر الله، لا قصه واقعيه، راح العرس قال لها يا اخي انا ما اقدر ما يمديني بجي المسا العرس، وكان العرس مختلط. فالمهم قالت له خلاص مو انا مسحفتيك خير انا مع اختي بروح، وراحوا. الرجال راح العرس وجاي متاخر طبعا، بدا يرقص وتعرفين عاد الرقص كذا، شاف واحده عجبته كل شوي يقرب من عندها، وهي ما شاء الله طبعا هي عارفه انه هو زوجها وهو عارف اللي زوجته، فجات ترقص معاه. قال يا اخي ما شاء الله تستمري يعني عجبته يعني ما قرب شافها كذا، قلت الذين هذه زوجتي اللي خلاها في البيت. هذه ولا صدق؟ لا والله صدق هذه، بس انا ما ابغى اقولها عشان ما ابغى ادخل في ديتايلز حتى الشخص ما يتعارف يعني. فشاهد من الحديث انه النساء بعض الاوقات يعني ينسوا انه الاولى والاوجب والاهم بيتها وزوجها تزين له وتتعطر له. قال بيتها وزوجها. ايوه مو في الزواجات اخر موديل لبس. ويا اخي نجاة معلش حتزعلوا مني يا اخواتي البنات، الحين في جنسيات الله لما تحط لك القهوه وتشوفها لابسه متعطره وهي بس قاعد تشرب القهوه بس هذا واقع. واقع هذا. ايش سويت؟ ما ركزت ما ابغى اركز، ما ابغى لا اخر ما ركزت. انا معلش عشان كنت اعدل جاكيتي ما ركزت على اخر كلمه قلتها. ايوه واحده تجيب قهوه وتسوي قهوه وتتلبس له حلو وما شاء الله، يعني حتى مش القهوه فقط تشرح له نفسه ما يطلع برا، ايش يطلعه برا. الله يغفر له الله يرحمه كان صايع. تمسكه قاعده تقلبوا على قولة اليمنى، تنزله تقعدوا في البيت فهمتيني؟ اما بوزتي وتحط له كول عنبابه طايح وتطبخ والغساله شغاله، خير ان شاء الله. والله لو ما سوت الغساله تغسل ملابسك وملابس عيالك عشان كذا يشرد ويروح يعمل طبعا حيروح عند واحده ما عندها مسؤوليات، لا عندها غسيل تغسل ولا عندها ولد وراها تسوي ولا بعد قاعدين سوت له قهوه وعنبابه وقاعد يقول لك العنبابه متطشر. كثر الله خيرها سوت عنبابه. ايش حبيبتي القهوه لما تتحط لها اصولها لها واجباتها. انا السؤال هو عشان زوجك ما يضيع منك احرصي انه يقعد في البيت صايم بالصبر، ما تقصقص كلامي. احرصي انه زوجك يكون قاعد، مو لما تطير الطيور ويروح
بعدها تنفجر الآلهة وتعمل لك عملية تكميم وتخش لك سبورتات عشان تقهر أيوة وتقول له يا اخي أيوة. اول ما انت خليتني شوف انا كيف صار وقت، لانه ما عاد في احد، هي تركيزها حرام مسكينه، بيكون والله بيجي من الشغل تعبان يبغى ياكل، لازم يشوف البيت نظيف، لازم العيال يكونوا نايمين ان كان، بس مستحيل وحده ما عندها من هذول كلهم لا عندها عيال. يعني الوحده لما يختلف الموضوع لما تكون في اول الزواج. هو ذكي اساسا بس الرجال يتغابون صراحه، اسفه على هالكلمه، ما قلت شو اسمه، قلت يتغابون. ليش يتغابون؟ لان انت كيف اخذتها شكل، انت فوق فتره اللي قبل ما يجوا العيال كيف كانت تنتظرك اول ما تجي من الدوام، لانه كان عندها وقت. اول بيبي جاء كان عندها كذلك شويه وقت، ثاني جاء شويه وقت، والله بعدين يا حبيبي وين حتودي؟ وبعدين بالذات من جد والله العظيم انا قاعده اخص النساء اللي موجودات في اوروبا، لانه هنا عموما الحياه في اوروبا للمراه والله العظيم انها اثقل من الكاهل المراه. يعني الثقل اللي موجود في اوروبا على النساء كثير. الرجال بيكون من 8 الصباح لين يعني 8 ساعات في اليوم هو شغله، اخذ باوزة، والله الباوزه يمكن هم يقعدوا مع اصحابه وكذا، ان شاء الله تكون ان شاء الله نص ساعه الاستراحة. المراه ايوه الاستراحه، يعني احنا يا الحريم بنشرب شاهي واحنا قاعدين نطبخ. احنا والله تتراكب. ها جاء السنه خليني اكمل. انت قاعد تبهدلي في الرجال قاعده، مو صح استنى. مو صح والله. الحين وتصحى الصباح ويلا ودي الولد، اوكي، ولو كان جزاك الله خير وده هو العيال زي اللي عندي، يعني وداها امها للمدرسه، هي اللي راح ترجع، وهذاك عنده كوره، وهذاك عنده مسبح، وهذيك عندها موعد اسنان، وين الرجال في الدوام؟ مين اللي قاعد يتراكض؟ المرأة مسكينة ولازم ترجع البيت عشان تطبخ وتغديهم وتحممهم وتنيمهم، وعساس لما يجي شو اسمه السيد يجي البيت ويلقى أكل جاهز وبيت مرتب، وهي ملعون سلسفي لها في هذاك اليوم. وقتها حتلحق تسوي. والله طلعت على حقيقتها، شوفوها. لا والله ما ليش تطلع على حقيقتي؟ ما هذه الحقيقة يا جماعة الخير. لا مستحيل تنتظروا هنا والله، مستحيل تنتظروا بريحة بصل، مستحيل. كيف مستحيل؟ والله مستحيل، يعني ما حتتحمم هي ما تطيق نفسها، مستحيل. حتاخذ دش، شايف؟ ايوه ما حتحط هذاك الكحل وهذاك الاحمر وهذاك مدري نكذب على بعض، لا والله. بالله يا نجاة انا لو لقيت وقت خلي لما يروحوا العرس، انتم حتى لما تروحون العرس تكونوا اشكالكم ثانيه. مين هذا؟ انتم الرجال، شايف؟ هذيك البدله وهذيك مدري ايش وهذيك الحلاقه وهذاك السكسوكه يا محلاها، ولما هذا يجيك في البيت تعبان كانه راح كسر جبال طويق، قاعد يكسر ويحفر فيها. ما قلنا شيء احتراما للرجل، انا ما قلت لا تجبروني اتكلم. انا اعتبر الحلقه هذه ليست حلقه حوار، هذه جلد بس، عشان كذا اعتقد لازم يكون في جزء ثاني، والجزء الثاني حنكون فيه جادين. والله انه جاده انا الان. لا هذا مش جد، هذا انت تبغى السبب الرئيسي. لا انا للخيانه. لا السبب مع انا ما لغيت، بس بنكون حلقه، بس هذه اساس البدايه. انا مع سالم كذلك انها تكون هذه الحلقه كانطلاق، احنا حركنا المتحرك. طيب ابغى اخذ زاويه ثانيه. ليش الثانيه هذه الخاينه اللي هي حواء اللي قاعد عارفه انه هي متزوج وتعطي له الفرصه انه تونس معاه؟ ليش يا خاينه اختك هذه اللي قاعد قبلت فيها؟ انا قلت لك الانسان ما في وحده كامله يكون. انا شوف ما لغيت ان في يعني ناس مو كويسين، والله انا ما بدافع بس على النساء، انه والله هذيك يمكن هذيك تقصيرا منها، حتى لو هو يبغاني اتكلم بجديه، بس انا حبيت ان انا ابدا الحلقه هذه تكون ايش، اخذ وعطاء. بس انا لو بتكلم عن الطرف الثاني اللي قبل الخيانه وقبل انه يهدم بيت وياخذ، او انها تقبلت انها تاخذ، يعني يكون لها جزء من حياتها الانسان، لا والله انا ضدها، ضد
وبقول لها هي يعني هي مهما كان حواء زيك، يعني انت لقيتي الوقت وما عندك شيء، بس انت اللي ماله على قولتهم يقولوا اللي ماله فيه خير في اللي اول ماله خير في الجديد. على صوتك. اللي ماله خير في القديم ماله خير في الجديد، واللي ما وفى مع الاولى ما حيوفي معاكي ترى. اساس كذا لا تفرحين ولا تقولين انه هو والله حبني، لانه هو كمان حب هذيك اللي كان ام عياله اللي تاركها في البيت وقعد يخونها معاكي. طيب بتقولين والله اعجب، والله هي قصرت. والله لو انت مكان، لو اي وحده حطت مكان يعني تكون مكان الشخص اللي زوجها قاعد يخونها ما كانت رضت فيه ولا كانت اعطت فرصه. بس ما اعرف ضعاف، ما اقدر اقول ضعف، هو طبعا ما اقدر اقول انه في الفاظ ما ابغى اقولها صراحه. هو شوف الخطا خطا، يعني مين كان سواء كان الرجل او كانت المراه. ولا ابغى ادافع عن احد، نحن ماخذين الموضوع انه يعني نطرحه وحناخذه في الايام القادمه ان شاء الله مره ثانيه. ولكن التصور الموجود العام وانا ابغاكم انتم اليوم تتكلموا فيه. الرجل اللي هو انت قاعد تخون في اللحظه هذه، في اللحظه هذه انت قاعد تخون، بس هي ما هي عارفه. حاول ما هي عارفه، حاول تحسب امورك صح. انا ما حخش في دين، الحرمه ما حرمه، انت عارف انه هو حرام الشيء اللي قاعد ترتكبه. لما تتكلم مع بنات غيرك وتعبيها كذب وشوالات، وانا 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 وهعمل لك وحسوي لك، وانت اصلا اللي عندك ما سويت لها ولا عملت لها، هنا انت قاعد تعمل جرم وخطأ. والغبية حاول اللي قاعد تسمعك وماشية معاك وعارفة انك انت ابو عيال ورامي عيالك، مثل ما قالت ام عبد العزيز اللي ماله خير في الاول ماله خير في التالي. صدقت صراحة. ولكن نروح عند الحاوة نفسها. حاوة احرصي على بيتك، الله يعطيك العافية، احرصي على بيتك. الرجل لما يرسل نحن صح اقوياء واقوياء جدا ويعني وصعبين، ولكن في امور نخجل ان نقولها. منهم الرجال. انت تخجل؟ اي والله شفت الرجال قال لك انا ايوه اخون، ايوه قاعد اخون، ايش مسوي؟ لا ما في لانه هو يخاف على كرامته. مش يخاف. لا صبر مش يخاف. ما تقصي كلامي رجال، خليني اقول كلمتي. لو قصدي حتفهم غلط. القصدي انه الرجل يخاف على كرامته، يخاف على شرفه. انت قاعد تخون يعني قدام العالم، انت حتكون كمان يعني عارف انه هو قاعد يعمل يا ام عبد العزيز. خليني اتكلم، اعطيتك عشان اقول كلمه صح. المعنى انه في لقطات هو قاعد يرسلها، لما يقول لك والله صار يتاخر غير مواعيده، تمام، صار يتكلم لحاله يعني ياخذ زاويه. يعني انت حاول ترجعيه. اوروبا صعب تعمل كنترول على الرجل، والحرمه كذلك. الحرمه اصلا لو تبغى تسوي والله وانت بس بطلنا الكلام. كمل انت. يلا كمل خلاص. ما قاعد اقول لك الكلام لازم يوصل صح. اذا قصر مشكله. هذه اسباب اخيانا عشان ما تسمع كلام تروح دور واحد تسمع. شايف الحديث استغفر الله، شايف الحديث بالكلام. انا عارف في كثير من الناس انوجعوا مع الامر، وفي ناس عوائل كبيره كذلك كثير انهدمت. وانا اوعدكم ان شاء الله الحلقه القادمه ان شاء الله راح نتكلم فيها بطريقه افضل واوسع، وقصص واقعيه حصلت. في تواصل حاصل مع كذا شخصيه وهم حكوا لنا القصص. طبعا انا من باب القناه واحتراما للمراه واحتراما لظروف قصتها بنزيد عليها شويه كذا شيء حتى الشخصيه ما تعرف. انتم عارفين المجتمع جدا متداخل، والقصص دائما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تتنشر، السيء دائما ينشر. واحنا بنتكلم عن الخيانه عموما يعني مو كمجتمع. الخيانه موجوده ترى في كل الشعوب في كل الجنسيات صح. بس يعني احنا يمكن مخصصين قاعد نتكلم لأن القناة قناة إريترية. ما قلنا مليون مرة هذا كان عيد مرة ثانية. شيء واحد عندي سؤال، نسبة خيانة الرجال أكثر ولا نسبة خيانة النساء أكثر؟ في بس أنا ما بسكر هنا. لا ما بسكر. لا اسمع يا شيخ، أنا خلصت. اسمع. لا أنت لما تقولي الرجل نسبته أعلى أوكي اتفقنا، لكن هو قاعد يخون مع مين؟
مع مرأة. إذا بس هي مرأة ما متزوجة ما عندها عيال، الرجال هم اللي يروحوا يكونوا. أنا أقول لك النسبة كبيرة قاعد أقول لك. خليني ساكت. الرجال خليني ساكت. اسمع، أنا ما قلت ما لغيت، أنا ما لغيت ما نفيت، ما قلت ما في حرمة متزوجة وعندها عيال راحت دورت أو خانت لا، بس النسبة لو أنا بحطها ايش حيفيدك النسبة للرجال؟ لأنه كثير الرجال هم اللي قاعد يغلطون. ما قلنا لك شرحنا لك ليش قاعد تقولي لا أعطيني وقت واعطيني ابغى. قاعد اقول لك الرجل ما يغير البيت الا بعد فقدان. الرجل لما يتزوج والله على من غير فقدان حتى عنده شو اسمه اليوم طلعت والله العظيم عندها المرأة الرجل من الصعب يهدم بيته لانه دفع الحزره بعد يدافع دم قلبه عشان يأسس هالبيت، عشان نزوة يسوي. ايش اللي خلاه يعمل النزوة هذه؟ كذا طفارة عين. ايش؟ لا تخلوني اتكلم. ما والله العظيم لما يتكلم معاه كل يا اخي بطلنا. لا والله من جد ما تقول كذا يا لا انا نوقف هنا لكن والله نوعدكم الحين. شوف نحن رمينا البحر واللي يسمع الحلقة هذه يعذرنا لانه هي المقصود فيها انه بس نفضع الموضوع. ان شاء الله الاسبوع القادم راح نجيكم بورقه وقلم الاسباب والحلول والنسب وعد مني اجيب نسب ونشوف نسبة مين اكثر. واخر شيء كذلك الخيانه مهما كانت من مصدرها حرام 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 وتؤثم عليها. يعني احنا ما قاعد نشجع الامر هذا ولا نشوف انه هو عادي، لا هو مش عادي. واللي عمله أو في الطريق إلى عمله أو قاعد يعمل الآن كان من طرفهم والله من طرفنا، الله يهديك. احسب أمرك وتأكد إنه في يوم ربي حيحاسبك عليه. استغفر ربك إذا أنت الآن وهي ما هي عارفة، قفل الموضوع، أقبر اللي أنت سويته واستغفر ربك، قول يا رب أنت الغفار وروح. ولا تقول لها أفكار، لأنه هذيلا اليوم اللي تقول لها في أنا خنتك في يوم في حياتك كلها ما راح تسامحك. هتقول لك انا سامحتك خراطه ما تعرف ايش معنى السماح. تصبحوا على خير ان شاء الله، اشوفكم على خير. جمعتكم مبارك. وفي نهايه هذا الفيديو لا تنسونا من قولة ما شاء الله تبارك الله والحمد لله وقولوا الحمد لله. روح انت وكلامك اللي ما جاتك الرجال يسووا ما يهبني. نروح قرص بنا اللي نسيناه في البيت نكمل مع عيالنا. والله من جد والله العظيم من جد. ورطينا انا حتقولي رجال اكثر والله انهم اكثر. مشي رجال من وين جاء؟ مع مين قاعد يخون؟ اهل نفسي هو قاعد يخون مع عزباء. ايش؟ اغلب اللي قاعد يخونون قسم والله العظيم معظم العزباء تعرف ان هي طيب ليش قاعد تعمل كذا؟ انا قاعد اقول للرجال المتزوجين. هي ليش قاعد تعمل كذا؟ هذيك الثانيه العزباء مش اختك هي؟ مش هي حاوه زيك؟ اقول رفض. ايش؟ رفض لانه لا حبيبتي شافت انه الولد هذا الرجال ما شاء الله ضرب. خليه يضرب في بيته مع زوجته وعياله. فشل مع زوجته، فشلته مريحة بصلها و24 عيالي الكرشه صارت كذا، الشيب صار كذا. بعدين اول ما يكون عرس كلها من عيال حط هنا وراح السوق وجايه من السوق ايش؟ رايحه الكوافير وطالعه من الكوافير. كل الجمال هذا لبرا المشهد العام، لكن في البيت مصعب محمد عبد الله اليوم كله جاري. والرجل يبغى رسالة تسمعوا. خلاص لا تجيبوا عيال، خليكم كذا. كيف لا تجيب عيال؟ ايوه اجل شو بس مين بيربي لها؟ المال والبنون زينة. جيبوا خدامات للبيت تمسكون عيال. كل هذا عشان ما تلبسوا؟ أيوة. عشان ما تتزينوا؟ لانه انتم ما تتزين البنت. لا ما تتزينوا، انت قاعد تقول جيبوا لي خدام، ايش جيبوا خدام؟ بكره يروح مع الخدامة يا اخيتي. شفتوا؟ دليل انه هو اساسا شفت الخدامة اللي بتخدم يا اخي. في رجال والله خانوا مع الخدامات. الخدامة في البنيوس اللانكية وما لا تخرطي والله العظيم الا الخيانة فيهم ما لهم دخل. لا المرأة ارفع الكاميرا لانه نازلة وما قاعد اشوف. الخيانة والله العظيم ما لها سبب وهي مرفوضة اساسا، بس الرجال عموما يقول لك مرة والله لا شكلها وما ادري ايش. اجل اللي قاعد يخونوا مع خدامات. هاي ما تخلص كلام يا جماعة الخير. عموما اشوفكم على خير ان شاء الله، وسامحونا على القصور. الاسبوع القادم ان شاء الله لنا حلقة اجمل واحلى وافيد باذن الله. لا تاخذوا بخاطركم ابو عبد العزيز مع الرجل، ما عليك انا معك. ونجاة مع حواء ولا يهمك والله لا اخذ حقكم. المشكلة خواتنا نستحملهم. تصبحون على خير. وش اللي تصبحون على خير؟
الكاميرا كذا. وش اللي تصبحون على خير؟ الدنيا نهار، تونا ترى تو ما بدأ عندنا النهار قال تصبحون. هذا من لسه تكلمني خلاص الحلقة خلصت، الأسبوع الجاي نكمل.